ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر مصرفية وصناعية أن الحكومة السعودية وضعت يدها على إدارة مجموعة بن لادن العملاقة تمهيدا لمصادرة بعض ممتلكاتها في سياق عملية مكافحة الفساد التي تشهدها المملكة. وأكدت المصادر سيطرة الحكومة السعودية إداريا على مجموعة بن لادن الإنشائية، وذلك تمهيدا لنقل ملكية بعض أصول تلك المجموعة إلى الدولة. وشددت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أن قيام الحكومة السعودية بوضع يدها إداريا على المجموعة يهدف لضمان استمرارها في خدمة خطط التنمية السعودية. وأضافت المصادر أنه على الرغم من أن ملكية بن لادن ما زالت مع الأسرة، فإن المجموعة تجري حاليا مفاوضات مع الحكومة حول احتمال نقل بعض الأموال إلى الدولة، أو ربما خفض أو إلغاء الديون المستحقة للحكومة إلى بن لادن. وقال مصدر مصرفي ذو معرفة تفصيلية بالمجموعة إن الدين قد يصل إلى حوالي 30 مليار دولار. واحتجزت الحكومة العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر الماضي، من بينهم رئيس مجموعة بن لادن باكر بن لادن وعدد من أفراد أسرته، في إطار حملة واسعة النطاق ضد الفساد. ويحاول مسؤولون سعوديون التفاوض على تسوية مع المحتجزين، قائلين إنهم يهدفون إلى استعادة حوالي 100 مليار دولار من أموال مستحقة للدولة. وقالت المصادر إن المحادثات بشأن مستقبل مجموعة بن لادن جزء من هذا المسعى.